ای شیخم شیخ شهیدان دبستان او میدا کردان آل علامت چو بهدان آشتی ریزان نبر خدان لباسم پیس کشته لباس پیس کشته کنگی بمینی لبن دستان تا کنگی بمینی لبن دستان ای شیخ منی شیخ معشوق ای شیخ منی شیخ معشوق
الشيخ معشوق الخزنوي من أبرز مشايخ الكرد المتنورين في سوريا، ولقب بعد اغتياله عام 2005 على يد الأجهزة الأمنية السورية بشيخ الشهداء. ولد الشيخ معشوق الخزنوي في قرية تل معروف التابعة لمدينة القامشلي عام 1958، وهو سليل عائلة كردية تعرف بالخزنوية نسبة إلى جده الشيخ أحمد الخزنوي الذي يعتبر من أبرز المرجعيات الدينية في تلك المنطقة. درس مبادئ العلوم الشرعية على يد والده الشيخ عز الدين وفي المعهد الشرعي الذي أسسه جده في تل معروف، إلى جانب دراسته النظامية في المدارس الرسمية. حصل على الليسانس من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونال درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من كلية الإمام الأوزاعي بلبنان عن أطروحته الأمن المعيشي في الإسلام، ثم شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بباكستان فرع الأزهر الشريف، وله كتاب ومضغة في ظلال التوحيد. عمل مدرساً وخطيباً في المساجد والمعاهد الشرعية، وأسس مركز أحياء السنة للدراسات الإسلامية في القامشلي، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات داخل البلاد وخارجها، وكان عضواً في عدد من اللجان والجمعيات الحقوقية والثقافية في سوريا وخارجها. لكنني أيضا حزين جدا لأن 20 ونيفا من شهدائنا مرت عليهم سنة على حياتهم ولم تحتفل أمتهم بحياتهم. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. دماء الشهداء يجب أن تكون قطراتهم سقيا لشتلات حقوقكم. لن نسمح بعد اليوم أن تنسوا شهداءكم. مشى الشيخ معشوق الخزنوي على خطى المشايخ الوطنيين البارزين كالقاضي محمد والشيخ سعيد بيران، فكان يعمل على تحرير العقول والنفوس وفقا للشريعة الإسلامية، كما كان يعمل على تجديد الدين وإزالة الكثير من الشبهات التي تثار حول الحقوق في الإسلام، وبشكل خاص فيما يتعلق بحقوق الكرد، بالإضافة إلى إيصال القضية الكردية إلى الدول الغربية من خلال استضافة السفراء الأوروبيين والكثير من بعثاتهم ليطلعوا على الواقع الكردي في سوريا عن كثب. ودعا الخزنوي إلى الاعتراف بالهوية الكردية كثاني قومية في سوريا دستوريا، وتعزيز المشاركة الإدارية للمجتمع الكردي في سائر ميادين الحياة، والاعتراف باللغة والثقافة الكردية وتطويرها وتعزيزها، وتقديم كل من أجرم بحق الكرد إلى العدالة. وكان يقول: العرب والكرد يشكلان معا وحدة أخوية متكاملة ضمن النسيج السوري، ويتحملان معا واجب الدفاع عن وحدة التراب السوري وحضارته وإنجازاته عبر التاريخ. التف الشارع الكردي حول الخزنوي الذي حاز على ثقة وشعبية كبيرتين، لأنه كان يسعى لتوحيد الصف محتفظا بمسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية الكردية، بالإضافة إلى أنه كان يحظى بمكانة متميزة في الوسط السوري السياسي والثقافي والديني، كونه من الشخصيات الإسلامية الكردية المتنورة والمهتمة بالشأن السوري العام. إننا عازمون أن نحيي من أمتموهم، وعازمون أن نبني ما هدمتموهم، وعازمون أن نعمر ما خربتموهم. نساؤنا سيلدن آلافا أمثال فرهاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تعرض الخزنوي للكثير من المضايقات، فمنع من الخطابة حينا، ومنع من السفر خارج البلاد أحيانا أخرى، وضاقت الأجهزة الأمنية به ذرعا، خاصة بعد نجاحه باستقطاب دولي ومحلي للقضية الكردية، وكذلك حشد الشارع الكردي. اختطف في دمشق في 10 من أيار عام 2005 بعد شهر من إلقائه خطابا جريئا في الذكرى السنوية الأولى لتأبين الشهيد فرهاد صبري، أحد شهداء انتفاضة الكرد في آذار عام 2004 في مدينة القامشلي.
وفي الأول من حزيران لعام 2005 أعلن عن اغتياله وعثر على جثمانه وعليها آثار التعذيب، وأكدت التقارير الحقوقية اختطافه واغتياله على يد الأجهزة الأمنية السورية. وشيع حوالي نصف مليون كردي الخزنوي إلى مثواه الأخير في مدينة القامشلي. كان للشيخ معشوق الخزنوي تأثيرا بالغا على الشباب الكرد، وأصبحت أقواله في خطابه السابق الذكر شعارا للتظاهرات الكردية المناوئة للنظام السوري في وقت لاحق، ومنها: يجب أن نحول الموت إلى حياة، الحقوق لا توهب صدقة، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة، وابصقوا في وجوه جلاديكم. طاب توقعاتكم. نحن معكم في لقاء جديد من برنامج الرأي، وضيفي لهذا اليوم فضيلة الدكتور محمد معشوق الخزنوي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني دكتور معشوق، هل يمكن أن تتحدث ولو بإيجاز عن المسيرة العلمية لكم؟ بداية أظن يعني أنا معروف من قبل أهلي وقومي. تأكيد. لكن لابد من تعريف بسيط. أنا ابن الشيخ عز الدين الخزنوي، والعائلة الخزنوية هي عائلة معروفة في منطقة كردستان بشكل مجمل، بغض النظر عن التقسيمات السياسية الجديدة. الكرد أينما كانوا يعرفون هذه العائلة على الأقل ضمن المستوى الديني. نعم. بداية أنا كشخص ابن هذه العائلة ومتأثر بتراث هذه العائلة وثقافتها، وهم طبعا مسلمون. منهجهم في التربية والتهذيب والسلوك معروف لدى الإخوة الكرد. لكن بداية أستطيع أن أقول إن هذه المدارس التي تعلمنا فيها كانت مدارس منغلقة. كيف؟ يعني طبيعة الثقافة القديمة كانت تحتم على الكرد أن يدرسوا أكثر من 7 8 سنوات 10 سنوات ربما لغة عربية. نعم. فيقضون كل هذه السنوات في النحو والصرف والبيان والبديع والحفظ المتون العربية، وربما بعد كل هذه السنوات لو سألته أن يشرح لك نصا ربما تلكأ. فأيضا من الناحية الفقهية والعقدية كانوا يتلقون الرأي الواحد، وكأن الناس يجب أن تستنسخ، عبارة عن فوتوكوبي، والناس يجب أن يكونوا صورة طبق الأصل عن أساتذتهم وعن مشايخهم، والحق هو واحد لا يتعدد. نعم. لكن شاءت يعني قدرة الله أن تتهيأ لي ظروف معينة ورب ضارة نافعة، فأنا أنهيت دراساتي في ضمن المراحل الإعدادية والثانوية في سوريا. نعم. والمرحلة الجامعية أنهيتها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 84 ميلادية. ثم بعد ذلك أنا انشغلت في مجال الدعوة والتدريس والتعليم، وكنت أنا طبعا متزوج مبكر يعني، وأنا رب أسرة، وأبنائي ربما يصغرون عني ربما بفارق سن قليل جدا، يعني أكبر الأولاد يصغرني ب14 سنة فقط. بعد ذلك لما تصدرت لمجال الدعوة، وخاصة لما يحصل الإنسان فراغ أو في عمقه الاستراتيجي الذي كان يستند إليه، وهو العائلة والأب، وخاصة بعد فقدي للأب
وتفردي في مجال الدعوة واضطريت أن أتحمل المسؤولية بنفسي، شعرت أن هناك حاجة لمزيد من الوعي والثقافة والاطلاع على الآراء المتعددة. فأنا أخذت الماجستير في مجال الأمن. رسالتي في الماجستير هو الأمن المعيشي في الإسلام، يعني المجال المعيشي، الأخلاقيات الإسلامية، وطبعا من جملتها أتطرق إلى الضوابط الأخلاقية القيمية للإسلام في مجال المعيشة، وليس التفاصيل التي ورثناها عن آبائنا التي تتدخل في كل جزئية صغيرة أو كبيرة في المجال المعيشي أو الاقتصادي. بعد ذلك أنا طبعا الماجستير كان في كلية الأوزاعي بلبنان يعني، وبعد ذلك أنا أخذت الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بباكستان. أطروحتي في الدكتوراه تتعلق بالتقليد وأثره في الفتن المذهبية، لأنني شعرت من خلال على الأقل تجربتي في منطقتي، سواء كانت يعني في سوريا أو كعمقي الكردستاني، شعرت أن المؤسسة الدينية دائما تحاول أن ترسخ مفهوم التقليد ومفهوم تبعية الناس للمرجعية الدينية، وبالتالي المرجعية الدينية تتصرف وفق مصالحها غالبا، وغالبا ما تتنافس مرجعيتان دينيتان، ويسهل عليهم بكل بساطة أن يزجوا كل هؤلاء الأتباع والبسطاء في ميدان من الصراع، ربما يكون اقتصادي، ربما يكون سياسي، ربما يكون اجتماعي، وأحيانا يكون دموي. فلذلك أنا كنت حريص على تحرير الإنسان المسلم من سلطة التقليد وتنويره، وبيان المبدأ الأساسي في الإسلام أن على الإنسان أن يتحمل مسؤوليته تجاه ربه في هذه الدنيا. لا بأس أن يستفيد من الآخرين وأن يسأل أهل الذكر، ولكن هو وحده الذي يتحمل في تحديد الخيار ويدفع ضريبته يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو منهج الدكتور معشوق الخزنوي؟ بالتأكيد هذا هو المنهج، يمكن أن أعبر عنه، وطبعا ومعي كثير من التنويرين من العلماء يعني الذين أفتخر أنا بصحبتهم ومعرفتهم في سواء كان في سوريا أو في بلاد أخرى. يعني نحن منهجنا هو التجديد الديني، لأننا نشعر أن الأديان تجديد ماذا؟ تجديد الخطاب الديني، تجديد العقيدة الدينية، تجديد الفقه الديني، تجديد السلوك والأخلاقيات الدينية، لأننا نعتقد أن الأديان تخلق، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأديان لا تخلق كما يخلق الثوب. تخلق أي تموت بالتقادم، تنعتق، وكما تتخ وتتلاشى. ولا بد للإنسان أن يجدد ثوبه كما يجدد دينه كما يجدد ثوبه. ومن هذا الباب يذكر النبي عليه الصلاة والسلام مهمة التجديد. مهمته أن ينفي عن الدين تحريف الغالين، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه قضايا ثلاثة بالتراكم الثقافي خلال 1400 سنة نحن نعاني، لدرجة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع من عالم الغيب على الواقع الإسلامي الآن لتنكر لواقعنا وقال: أنتم لستم المسلمين الذين دعوتهم. وهذه الضوابط والأخلاقيات والسلوكيات التي تمارسونها هي ليست سلوكيات وأخلاقيات، وبالأخص في المجال العقدي. يعني الإنسان المسلم، وخاصة في بيئتنا الكردية، يعني نظرا لأن الأكراد ليسوا عرب، لا يأخذون العلوم الإسلامية من منابعها، وإنما الشيخ أو المرجعية الدينية أو الملا هو الذي يعطي المعلومة الدينية بالقطارة وضمن توجهاته الثقافية أو حتى ضمن مصالحه الدنيوية للكردي المسكين الذي يعاني من فراغ ديني وعقدي في ذاكرته. ولذلك صوروا له أن الشيخ هو ربما مهدي منتظر، أو أن الشيخ ربما نبي معصوم، أو أن الشيخ ربما إله. في كثير من مجالاتنا الصوفية وصلت بنا المرحلة إلى أن قلنا للمسلم، وأظن الذين يعيشون في بيئتي سواء في سوريا أو في تركيا ويعني يألفون الحياة الصوفية المنحرفة الموجودة في بلادنا، يسمع كل يوم بكل بساطة أن الشيخ الفلاني هو المتصرف على الإطلاق،
الذي لم نر له يوميا في الختمة نحن نرددها: المتصرف على الإطلاق الذي لم نر له نظيرا بعد التفحص في الآفاق. هل مسلم يعيش حياة النبي عليه الصلاة والسلام بإمكان أن ينسب التصرف المطلق لشخص؟ أو نقولها هذا عن مشايخنا، نقول عنه نور السماوات والأراضين. عن الشيخ يوميا عن الشيخ فلان نور السماوات والأراضين. نحن ما تجرأنا إلا أن نردد قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. تصور أن يكون الله نور السماوات والأرض بينما شيخ يكون نور السماوات والأراضين. فهذا الواقع الذي نحن طبعا هو أكثر. أحد مشايخنا أسندوا إليه، ربما هو الذي قال أو ربما تاجر أبناؤه بمقولته، قالوا إن شيخنا فلان قال إن محبة الشيخ مقدمة على محبة الله. تذويب شخصية الناس في الرجل الإله، في الرجل الصنم، هذه لا علاقة لها بالإسلام. ويحتم علينا واجبنا الديني أن نزيل هذا الحاجز الديني، هذه القداسة الدينية التي أضفيت على بعض الأشخاص ودفعوهم دفعا إلى العبودية. فمنهجنا في التجديد هو أن نعيد الأشياء خاصة في مجال العقيدة إلى ثوابت الإسلام وإلى بساطة الإسلام. في المجال الفقهي، الفقه نحن نشعر أنه تراكم فهم الرجال، وإذا كان تراكم فهم الرجال وثقافة الرجال ورأي الرجال فهو يتبدل بتبدل الزمان. ولذلك فقهاؤنا قالوا لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة أو الأزمان. سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه حين كان يسأل عن مسألة كان يسألهم يقول: هل هذه كائنة أم ستكون؟ إذا قالوا له كائنة أفتى، وإذا قالوا ستكون قال: دعوها لعالم زمانها. في المجال الفقهي أنا أسأل، نحن في بلاد كردستان علماؤنا كلهم لو سألتهم يقولون نحن شافعية. اسألهم عن عشرات المسائل يفتيك عكس ما قاله الشافعي. ولو قلت له أنا أريد أن تذكر للمرجع سيأتي لك بكتاب ألف قبل 50 سنة أو 100 سنة أو 200 سنة، يأتي لك بالباجوري أو بالبجيرمي أو بالأنوار أو بالمغني أو بالنهاية أو بالتحفة أو كذا، ويقول انظر ماذا يقول فيه. يا أخي الشافعي ما قال هكذا. عد إلى الأم، كتاب الإمام الشافعي يقول عكس هذا. يقول لا، البجيرمي يقول قل يا أخي للناس، عرف لا تخجل، قل للناس أنا بجيرمي، قل لهم أنا باجوري، قل لهم أنا خزنوي، قل لهم أنا قادري، قل لهم أنا رفاعي. لا يعني تحاول أن تنتحل شخصية رجل. هذا الرجل كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام الشافعي. كانوا يقولون له إذا رأينا لك قولا يخالف قول رسول الله ماذا نفعل؟ كان يقول اضربوا بقولي عرض الحائط. يقول لهم إذا رأيتم لي قولا يخالف قول رسول الله فلا تأخذ به لأن عقلي حينئذ قد ذهب. لأنه أنا كمسلم واعي لا يمكن أن أخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيتم لي فتوى يخالفها فاعلموا أن عقلي قد ذهب. فنحن مشكلتنا أننا تقوقعنا ضمن ثقافة آبائنا وأجدادنا وأخذناها بالمسلمات. نفس الفكر، نفس المنهج، نفس الخندق الذي غرق فيه الأمم التي قبلنا يوم كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث باسم العقل وباسم المنطق وباسم الحكمة وباسم مصلحة العباد، لكن الذي يحول بينهم وبين اتباع هذا النبي المصلح المعلم المجدد المربي هو أن هذه العقدة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني هذه مسألة خطيرة للغاية. يعني كأنك تقول أو تشبه الوضع الراهن بما كان عليه أولئك الناس. يعني أنا فقط للعقل. نعم أنا فقط في الآلية وفي المجمل، ولكن ليس بالتفصيل. أنا أعلم أن المسلم لا يمكن أن يستوي مع المشرك الذي كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أتحدث عن الآلية لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن الآلية وليس عن التفاصيل. لكن هذه الآلية قد تدفعنا حتى إلى التفاصيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. يعني إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى أو مجال آخر،
نتحدث عن الإسلام السياسي، وخاصة في هذه الفترة تتصاعد العديد من الأسماء للحركات السياسية الإسلامية ضمن المنهج الذي تعملون به. كيف تقيمون هذه الحركات؟ كيف تنظرون إلى هذه الحركات؟ وكيف يمكن لأبناء الشعب الكردي، وخاصة البعض أصبح مغاليا أو أصبح لديه غلو كما في جنوب كردستان ويقال أنه أنصار الإسلام منهم، كيف ترى ذلك؟ أنا يعني من منطلقي كمسلم متعلم متنور، من حقي أن أعود إلى التراث الأول، إلى نص المقدس. أنا أعلم أن للمسلمين نصا مقدسا هو كتاب الله وسنة رسوله. هذا النص المقدس جاء مشايخنا وآباؤنا وأجدادنا شرحوه، وضعوا له شرحا، ووضعوا تحت الشرح حاشية، وتحت الحاشية هامشا، وتحت الهامش تعليقا. أنا بالنسبة لي كطالب علم هذا الشرح والتعليق والهامش والحاشية بالنسبة لي مصدر غناء يعينني في بحثي. لكن المشكلة أن كما يقول العرب الجر بجر الجوار. المشكلة أن مشايخنا وعلماءنا أعطوا القداسة للشرح والهامش والتعليق والحاشية لمجرد أنها كانت مجاورة للنص المقدس. نحن ننادي بفصل النص المقدس عن ممارسة الرجال، عن سلوك الأشخاص. ولو أنني عدت إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام، إلى رسالة الإسلام، ستجد أن الإسلام لم يكن يحتوي ضمن خطابه شيئا اسمه الإسلام السياسي، كما أنه لا يوجد الإسلام الاقتصادي ولا يوجد الإسلام الفلسفي. يعني كل هذه عبارة عن أفكار نحن أردنا أن نروجها حتى تروج في المجتمع الإسلامي. لابد أن نختمها بخاتم الإسلام، بخاتم النبي. أنا ذكرت يعني منذ فترة سابقة وأنا الآن أذكرها لأنها مع الأسف تجرحني في الصميم. استعمال الإسلام في كل شيء مطية ووسيلة للوصول للأهداف. أحد الإخوة من الأعزاء علي هو من نصيبين، كان يشتري المازوت من سوريا أيام 4-5 سنوات كان هناك تجارة متبادلة. فسألني وبالتشاور دل الرجل على رجل مسيحي من القامشلي يتاجر معه في المازوت. أحد مشايخنا يسأله: أنا ابني أيضا يبيع المازوت، لما لا تشتري منه؟ فقال الرجل: هذا المسيحي رجل مسن وتاجر، وتأقلمنا يعني معه وهو رجل أمين، فلم يبقى هناك مجال لهذا الشيخ أن يجر التاجر إلى ولده إلا استعمال اسم الإسلام أو استعمال صفته الشخصية. قال له: إن المازوت الذي يأتي به ولدي يختلف عن المازوت الذي يبيعك هذا التاجر المسيحي. فهذا الرجل كان ناضج طبعا، يضحك ويقول: شيخي ليش أنتم عندكم مازوت إسلامي يعني؟ نعم. الناس لم يعودوا أغبياء. أن تقول عندي مازوت إسلامي، بدأوا يفهمون أنك تستعمل الإسلام من أجل ترويج المازوت. وأيضا حين تقول أنا عندي إسلام سياسي، يفهمون أنك تستعمل اسم الإسلام من أجل ترويج سياستك. نعم، عندنا كمسلمين منظومة أخلاقية عامة للسياسة، بمعنى يجب أن تكون هناك عدالة، يجب أن تكون هناك مساواة، يجب أن تكون هناك شورى وحرية وحقوق لكل الناس متكافئة. هذه ليست نظرية سياسية إسلامية، هذه منظومة أخلاقية عامة تجدها في الإسلام، وقد تجدها في المسيحية، وقد تجدها في اليهودية، وفي كل الأديان التي جاءت بالقيم النبيلة. ولكن هل هذا ينفي وجود حركات باسم حركات الإسلام السياسي؟ أنا لا يمكن أن أنفي، هي موجودة، لكن أنا أقول من حق المسلم أن يمارس السياسة بصفته الشخصية كمواطن، ويطرح برنامجه من خلال خدمته لهذا المجتمع، ولا يطرح برنامجا مختوما بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا نبه إليه. لما كان يرسل وفوده إلى الناس كان يقول لهم للمصالحة بين الناس: إنهم أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تقبل، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك. جدلا لو أنني قلت للحزب الإسلامي الذي يطرح برنامجه إسلاميا، وطبعا إذا طرحت منهجك إسلاميا يعني إلغاء الآخر، أنا من حزب الله، ما معنى ذلك؟ يعني المعارض هو حكما من حزب الشيطان، لأن هناك ثنائية خير وشر. فأنا من حزب الله، نحن جماعة الله، إذن أنتم حكما أصبحتم جماعة غير الله. وبالتالي يا مسلمين اسمعوا،
لو أنني جدلا قلت للمسلم نعم أخي جدلا أنت جماعة الله، وأنا كمسلم أنا مستعد أن أرضخ لبرنامجك. ما هو برنامجك؟ نحن كدولة إسلامية نريد أن نبني هيكلنا الإداري. كيف تختار رئيس الجمهورية؟ أنا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات لم يعين شخصا، هذا أسلوب. لما تولى أبو بكر عين شخصا، هذا أسلوب ثاني. لما عمر مات عين لجنة من 6 أشخاص ليختاروا شخص، هذا أسلوب ثالث. لما مات عثمان صار فراغ سياسي، الناس هجموا إلى باب سيدنا علي وقال القطار بينسأق تعال وقد المسيرة، هذا أسلوب رابع. سيدنا علي لما مات عين ابنه، وطبعا هذا بادرة تسجل على الإمام علي مع احترامي له، وهو يعني أحد ساداتنا وهو رابع الخلفاء الراشدين، هو أول من ورث ابنه، قال ابني الحسن هو الخليفة من بعدي. هذا أسلوب خامس. سيدنا الحسن بعد فترة شهرين، سيدنا الحسن كان مثال الأخلاق، مثال قمة، رجل داعية، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين أو من المؤمنين. فالرجل شعر أن الواجب يحتم عليه أن تنازل لمعاوية. هذا أسلوب آخر. لما تنازل لمعاوية عمل اتفاقية بين عائلتين، تبادل السلطة بين أسرتين. الآن الأمير منكم، لكن إذا مت يا معاوية الأمراء منا. هذا أسلوب سادس. فليقل لي من يطرح الإسلام كمنهج سياسي أي هذه البرامج هي إسلامية حتى نختارها ونعتبر البرامج الأخرى غير إسلامية. الحقيقة أن هذه البرامج كلها غير إسلامية، وإنما هي جهد بشري ونتاج تلك الظروف. واليوم بعد في القرن ال21 إذا توصل الإنسان إلى صناديق الاقتراع وإلى الديمقراطية وإلى الانتخابات، فعلى المسلمين أن يقفوا عندها. الحزب الذي يطرح نفسه كحزب محافظ، كحزب مسلم يلتزم بالضوابط الإسلامية، عليه أن يطرح منهجه من الزاوية الاجتماعية، من الزاوية الاقتصادية، من زاوية الخدمات البشرية. إذا نال آراء الناس وثقة الناس فليحكم، وإذا فقدها فلينزل إلى الصفوف الخلفية. نعم. أود أن أسألك عن هذه الحركات التي تعمل باسم الإسلام السياسي، وهي أشد الحركات التي تحارب الكرد والقومية الكردية. يعني يحق لجميع شعوب العالم قاطبة أحيانا باسم الماركسية أن تكون روسية ماركسية، فلسطينية ماركسية، أو الآن عربي إسلامي، ولكن لماذا لا يحق للكردي؟ ولماذا يحارب الكرد باسم الإسلام؟ وكيف يمكن للحركات السياسية الكردية والقوى الكردية أن ترد، وخاصة رجال الدين أو المتنورين من أمثالكم؟ بداية لنقف عند الإسلام. نعم. الإسلام من حيث المبدأ لا يمكن أن نقول إنه لشعب دون شعب، والكل يعلم أن الإسلام هو دين أممي للعالمين، للناس كافة. فهو ليس للعرب ولا للترك ولا للكرد ولا لشعب من الشعوب. وبالتالي الإسلام لم يحاول أن يسهر ثقافة أو شعب أو قومية أو لغة لخدمة ثقافة أخرى. سلمان الفارسي طبعا هو من دولة فارس، ليس بالضرورة أن يكون فارسيا، فهناك روايات كثيرة تقول إن سلمان هو رجل كردي. أنا طبعا هذا الأمر لا يهمني، لأنه هو كردي ولا عربي ولا تركي ولا إنجليزي، في النهاية هو إنسان، وأنا أفتخر فيه كتجربة شخصية إنسانية بحثت عن الحق والهداية ووصل إليها. لكن هو طبعا ينتمي إلى الدولة الفارسية، لأن هناك دولتان. إذا قلنا فارسي يعني من الدولة الفارسية، وإذا قلنا رومي يعني من الدولة الرومية. سلمان لم يحاول الإسلام أن يذوب شخصيته، ظل سلمان فارسيا، ولا زلنا بعد 14 قرنا نعلم أن سلمان فارسي، وصهيب ظل روميا، وبلال ظل حبشيا. بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم مواقع مع صغر حجمهم. النبي عليه الصلاة والسلام هو عربي قرشي، فهو يمثل شريحة واسعة، بينما بلال يمثل شخصا واحدا. مع ذلك كان هناك منضدة، طاولة مستديرة معنوية، كان يقعد النبي عليه الصلاة والسلام حولها مع هؤلاء، كان يقول أنا سابق العرب، وسلمان سابق فارس، وصهيب سابق الروم، وبلال سابق الحبشة. ليقول للناس إن لكل الأمم والشعوب شخصيتها المتميزة. أيضا من زاوية أخرى، الإسلام لا يناقض أن يكون الرجل وفيا لأهله لعشيرته، لكن شريطة أن لا يصل إلى حدود النتانة، إلى العصبية.
التي ينصر الإنسان فيها أخاه ظالما أو مظلوما، معهم عليهم. أما ضمن حدود الاعتدال فمن حقه أن يكون نافعا لأهله وعشيرته ويحرص على ثقافته وكرامته وحريته ولغته. سعد بن عبادة رجل صحابي، ليس رجلا عاديا، ليس كمعشوق جاء بعد 14 قرنا بإمكانه أن يتلاعب بالإسلام كما يشتهي. سعد هو صحابي متقدم. مع ذلك يوم شعر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل المدينة بدأوا يتحدثون عنه أنه غير عادل لأنه أعطى الأموال للمهاجرين وترك الأنصار، نادى سعد قال: يا سعد، أنت رجل أنصاري، وقد بلغني أن الأنصار يقولون عني أنني أعطيت المال لأهلي وتركتهم، ما مقالة وصلتني من قومك؟ قال سعد: هي كما وصلتك يا رسول الله. قال: وما تقول؟ قال: ما أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله. يعني كان بإمكان سعد لو أن الإسلام يمنعه أن يكون وفيا لقومه، كان بإمكانه أن يكون مثل صوفيي جماعتنا، أن يقول شيخ زاني، الشيخ يعرف والنبي يعرف وأنا خادم وأسكول تم شيخمه وأنهى المشهد. نعم. لكنه قال: يا رسول الله، أنا رجل غير مستورد لا من إنجلترا ولا من أمريكا، أنا رجل أنصاري يؤلمني ما يؤلمهم ويفرحني ما يفرحهم. نعم. وما العمل الآن؟ ما أنا إلا رجل من قومي. نعم. طبعا النبي كان بإمكانه أن يقصيه. نعم. وأن يلغيه وأن يكفره ويقول: ما هذا أنداء الجاهلية في الإسلام؟ لا، أقره وقال: استدعي قومك. جعله أيضا واسطة بينه وبين قومه وخاطبهم. طبعا ووصل الأمر إلى نهاية سليمة سامية نفتخر نحن جميعا فيها. نعم. اليوم على كل الناس، طبعا أنا حركات الإسلام السياسي أنا أتحدث عن الجانب الإسلامي. نعم. حركات الإسلام السياسي إسلاميا نحن علمنا أن الإسلام ليس ضد أي جماعة. نعم. أي شعب، أي قوم، ولكن أن يحيا حياته الإسلامية. عذرا دكتور، من حيث الواقع. نعم. نحن من حيث الواقع كبشر تتنازعنا أهواء ومصالح، من حق الشعوب الأخرى أن تتاجر باسم أي إيديولوجية لإقصائي، من حق الشعوب الأخرى. أنا منذ فترة تحدثت عن المعتقلات. نعم. أنا قلت من حق أي إنسان أن يبني معتقلا، لكن ليس من حقك أنت أن تخرج من بيتك حرا بإرادتك وترمي نفسك في المعتقل. ذكرت لهم التيس أبو كمال، قلت له من حق أي شخص أن يدعي أن تيسه كتيس أبو كمال، ويدفع النساء إلى الإنجاب، لأنه أنا سأستثمر التيس من أجل زيادة الأموال. من حق أي شخص أن يبني قبة على قبر جده ويقول هذا مزار وهذا يفعل ويترك وهذا المتصرف على الإطلاق. من حقي أنا كدنيا حلال على الشاطر، لكن ليس من حقك ومن حق زوجتك وأفراد أسرتك أن تلقوا بأنفسكم بين أحضاني لأتفرد بكم وكما نحن نقول بالكردي لأبرشقكم. أنت رجل يجب أن تتنبه. طبعا أنا أقول من حق الآخرين أن يستعملوا الرسالة الإسلامية كما استعملوا الآخرين الرسالة الأممية، وهذا ما يحصل اليوم. مثلا الترك مثلا. نعم. الترك نعم. متوزعون حسب، أنا منذ فترة جاء رجب طيب أردوغان إلى دمشق، وأنا أحد الناس الذين التقيت بهم. هو كان يتحدث عن الترك كأمة واسعة متوزعة بين عدة دول. لما لم يتفكر هذا التركي يوما أن يوحد هذه الدول التركية وهو شعب مسلم؟ العرب مثلا، العرب الآن ما أدري هو 22 دولة، ربما 22 كيان، كل كيان له اتجاهاته الخاصة، لا يفكر أن تدفعه المظلة الإسلامية إلى الوحدة. لكن إذا تحرك شعب مظلوم مضطهد ويقول أنا من حقي أن أتحدث بلغتي، من حقي أن أحمي ثقافة أجدادي، من حقي أن أتسمى باسم أمي، الاسم الذي سمتني به أمي، من حقي أن أفتخر بهذا الاسم، يقول أنت تثور ضد المظلة الإسلامية، ضد الوحدة الإسلامية. منذ فترة كان هناك أحد الأساتذة، حتى لا يكون كلامنا تشهير لا نسميه، كتب رسالة صغيرة، كتب لغتنا والمؤامرة. بداية أن الإنسان يتأمل في الرسالة على أساس الدفاع عن اللغة العربية. حضرتك دكتور في دقيقة واحدة. نعم. في دقيقة واحدة. نعم. بداية يظن الإنسان أن هناك مؤامرة على اللغة العربية، وأنا كمسلم أنا أستميت من أجل الدفاع عن اللغة العربية لأنها لغة القرآن. نعم. لكن بعد أن تتفحص فيها المحور كله أن الأكراد إذا تحدثوا بلغتهم فقد انفصلوا عن الإسلام وقد انهار الإسلام وضاع الدين وضاع القيم.
يا أخي ما الناس يتكلمون بالأردية ومنهر الإسلام ويتكلمون بالإنجليزية. منذ فترة روجيه غارودي منذ عدة سنوات أسلم. دوخونا برجل فرنسي دخل الإسلام. ما نحن 20 30 40 مليون سندخل الإسلام. نحن كردي. أنا أكون ثقل إن إن أحفاد صلاح الدين لا يستحقون مثل هذا التصرف وهذه المعاملة من الذين حمى صلاح الدين لواءهم ورايتهم. نعم، شكرا جزيلا لك. أهلا. طابت أوقاتكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة كذلك مع الدكتور معشوق الخزنوي. ای شیخم شیخ شهیدان دبستان او میدان کردان آل علامت جبهدان آشتی ریزان نبر خدان لباسم پیس لباس پیس پشت معشوق ای شیخ منی شیخ معشوق
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. أيها الإخوة، أيها الأحبة، يعلم الجميع أنني يوما ما شاركت في مأتم موت، والذين هم لصيقون بي يعرفون أنني لا أشارك في ثانوية أبي. لست بحاجة، إذا كان البعض بحاجة إلى أن يحتفل بالموت فأنا أحد الناس الذين هم ليسوا بحاجة إلى أن يحتفلوا بالموت، إلا إذا تمكنا أن نحول الموت إلى حياة. لذلك اليوم أنا بينكم ليس من أجل ثانوية فرهاد، ثانوية موته ومأتمه، إنما أنا معكم من أجل ثانوية حياته وثانوية حياة شعبه وأمته. فرح جدا أن أقف معكم وأنا أحتفل بحياة هذا الرجل، لكنني أيضا حزين جدا لأن 20 ونيفا من شهدائنا مرت عليهم سنة على حياتهم ولم تحتفل أمتهم بحياتهم. فرهاد عزيز علينا جميعا وعزيز، وأقول هذه الكلمة وأنا أحترم مشاعر أبيه وأمه وزوجته وابنته. فرهاد عزيز على قلوبنا جميعا، لكن من الذي قال إن 20 ونيفا من شهدائنا ليسوا في مستوى عزتي ومكانتكم؟ إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. دماء الشهداء يجب أن تكون قطراتهم سقيا لشتلات حقوقكم. لن نسمح بعد اليوم أن تنسوا شهداءكم. ليست الشيعة مخطئة يوم تتحدث كل سنة عن الحسين، رجل استشهد قبل 1400 سنة. لا زالت أمته، لا زالت شيعته تحتفل من دمه، لا لأن رجلا مات، إنما لأنهم يريدون أن يحيوا جماعة وأمة وشيعة بسقيا دمه. لعلي لا
استوعب تفاصيل ما جرى لفرهاد. انا احد الناس اخشى السياط كثيرا، ولا اريد ان اتذكرها، لكن منذ ان دعاني والده الى هذه الجلسة لا ادري لما تذكرت ياسر وسمية. ياسر هذا الصحابي الجليل الذي وقف جلادوه في وجهه وهم يقولون له سنعطيك كل شيء، سنهبك ما تريد، سنتركك، فقط اشتم محمدا. وابى ياسر وابت سمية، بل بصقت سمية في وجه ابي جهل. هكذا وصلتني الرواية. لقد طلبوا من فرهاد ان يشتم عهده، ان يشتم شعبه، ان يشتم امته. لا ادري هل بصق في وجهه، لكن الحقيقة ان من يطلب من احد ان يشتم اهله ينبغي ان يبصق في وجهه. اسمحوا لي ان اطيل عليكم، فربما انا رجل الدين الوحيد الذي سيتحدث في هذه الجلسة. فرهاد كتبت بعض الكلمات، لست شاعرا، لكنني اشعر بآلامي وآلام شعبي وامتي من خلالك يا فرهاد. كل شبابنا انت، كل شبابنا انت، وكل نسائنا بعدك ثكالى. كل عرق من عروق رجالنا غيظ وغضب، بل كل عرق من عروق رجالنا يتفجر علما ودما. لكن اما ان يموت الرجال مثلك والا فلا. امة ميتة يحييها رجل، امة تشعر انها ميتة كانت بحاجة الى شخص يقول لها انهضي انت لست ميتة، فكنت انت يا فرهاد. حاولت ان اتخيلك من انت. هل يعقل ان اذهب الى ذكرى رجل وانا لا اعرفه؟ من انت؟ حاولت ان اتخيل ملامحك، لم استطع. كلما حاولت ان اتخيل ملامحك سمعت صرخاتك وانت تحت السياط. كلما حاولت ان اجسد صورتك سمعت صعقات الكهرباء وهي تسري في جسدك الرخيص. كلما حاولت ان اسمعك تبادر الى ذاكرتي صرخاتك. لا ادري، ربما اشير اليك يوم اقول انت صرخت. امثالك لا يئنون ولا يصرخون، يقفون كالجبال في وجوه جلاديهم. لكن يا فرهاد اسمح لي ان اقول لك ولامثالك من شهداء هذه الامة، نحن جميعا، انا وانتم وكل ابناء شعبك يا فرهاد، نحن
شركاء في دمك، شركاء في هدر دمك، لأننا نمنا حقبة طويلة. كلنا شركاء في دمك، كلنا أسلمناك، كلنا خذلناك أنت ورفاقك. يوم لم نسأل عنكم، يوم لم نسائل جلاديكم، يوم لم نطلب محاكمتهم، من السهل جدا أن يصدر مرسوم يخرج السجناء من السجون، لكنه لا يمكن لكل مراسيم الدنيا أن تعيد حياة فرهاد ونيفا و20 من شهدائنا. فقط مرسومكم أنتم إذا عزمتم على الحياة وحاولتم أن تقفوا على أرض صلبة لتطالبوا بحقوقكم كبشر. يوم وقف الضابط يقول للجندي: من أنت؟ كان ينبغي أن يقول: نحن كلاب. من أنت؟ فقال له: نحن بشر. فما كان منه إلا أن ضربه ببوطه العسكري. مرسومكم أنتم هو الذي يعيد حياة هؤلاء إذا قررتم أن تكونوا بشرا. فرهاد، بل يا شعب فرهاد، أنا أعلم أن نصر الله قريب، ولكن نتمنى جميعا أن لا نموت قبل أن يقف أضعف رجل منا على قبرك ليقول: ها نحن أحيينا شهداءنا وحيينا بهم. لتسمح لي أمتك يا فرهاد أن أقول: لو خيرني ملك الموت، هل تريد أن تفدي بفرهاد آخرين؟ ربما نصف شعبك ينبغي أن يفدى بك، لأنه لا حراك به. أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. إنني اليوم أقول إننا عازمون أن نحيي من أمتموهم، وعازمون أن نبني ما هدمتموهم، وعازمون أن نعمر ما خربتموهم. وإن فرهاد وأمثاله سيكونون حباتنا التي ستنبت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. نساؤنا سيلدن آلافا أمثال فرهاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. وبعد، أزامن قالك شباب برمانجيا من راسينا بس كابلو گوش کستیا و خبری عربی تیدن از نام دوی که باو بهتری
برا درباط كلها وقت إظهار مبيدي يكشي أزو شفيرك قرسي كده لقى يهبو صرنا متى الشفير نجمه جامير قي هناك ركاب عين بيدي دقورسية دا جعب مكر عمد بيجن هبطي ولو ما شاش وقت بيجي يوعد شيء قوية بسلمان بيدي يشتكي هذا موقفك موقفين دوا وقت أصدقائي بيركبوا لعملية ديام نبوس سريوينا بكريبو شعب المكر دستيخو عبيدة جلك إداني سريخوا أظهرت موقفا قلقي إيشام شقا ملا وشيخ شقا كنه كارم واختيمة والفلي يشتر وقتی اسپیر بانا سریح و نتفکر دیمک سوچ ده سوچه ویا سوچ سوچه منا وقتی من تقصیراتی تکرد مسئله وینای ملت ویدا نتویه ویدا چاندا ویدا زمان وینادا وويكو أسليت ما عجمي ليس سوچه منا اگر زانی با اسپیلت خورما اسپیلت رابم اسلونم اسپیلت ساخت بیم اسپیلت جمعیم ننهبطی اصلا اتنا وعزال وبكم ابدر نجامية ازهاك مشور بيشن جشناوي نيروزي بيروزي سركفتن وسرخبون وازاديش من الاتهار مطلقة وي عرفت بيشن ان الحقوق لا تمنح وانما تؤخذ بالقوة كس ما في مروفة وحقي ملتها صدقاء صلحت يا اخوان نادوة وقتي والنبل ونسرلق يا اخوان نسكن ونيكيت يا اخوان شاني خلقي ندن ونشان دا اخوان ساخنكن خلق ما في ونادوة روجاوي نيروزي ايرو ظلنا بدل القرى السوري نرو زكي عادية روجا كيف باشنايا ام بوا صار بلندن ام افتخار اخوة بودكن ون بشتامنا وام جميع بشتاوبن وبري مهرم ان شاء الله خدي بوردي يعني معناه وينا شخوي حبس بين دركتن سندانا معناه وينا شخو معناه وينا طلابي ما يقو فصل بونش جامعاتا ويبقري برقو اصبح جزءا من النسيج السوري او سياسات هزاري يقول نفوسي وانين شخوي نفوسي وانوا بقريش برقو اصبح جزءا من النسيج السوري وقتي عزوتا وقتي عزوتا شونا وظيفك يا موظفين فرعكي مخابرات هاد بنت نيبسان تقو كردي من اصل تركي نما كان بنيبسيني وقتي عزوتا وظيفك دبون
بجرة قلم عنصرك مخابرات البرنامج بقو خطر على امن الدولة نما كاري كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي زمانك انت بيروا بابي من نابل المذكرن وقتيكو ونابل خدشيان دا نفوسي نابلتا تكو هرتن قيماوي ندهت قد ديني هوا شيار فلان نما كاري يرو ديني تو بابو كالي خوا تاريخ هوا چان داوا ونابي قنده خوا نابك داني بو دهات النابي وقنده وزكو هرتن ام فرطكن يرو تخد بيدكو مكو نابي قنده ما مثلا كركي حجير ابو نما كاري ديني تل التين شهيد معشوق شهيد أم تذابنا شاقرت مريد أنو برشقاء طال شيخ سعيد قاضي محمد برزان عقيد أنو برشقاء طال شيخ سعيد قاضي محمد برزان عقيد شهيد كر معشوق ودار لخوين صار كر دستك وندار أي شهيد كر معشوق ودار لخوين صار كر دستك وندار أي شهيد شهيد أي ربر شهيد أنت بابنا شادك ومريد أنو كرشقان شيخ سعيد قاضي محمد برزان عقيد ريتشك نوتدا بالشيام شطار قال شيخ سعيد قاضي محمد برزان عقيد
برچو سوری لسر مقاری دوام بجن بجی آزادی برچو سوری لسر مقاری ای شهید شهید ای رهبر شهید امتدى بلاد شاقر قمري دانو كرشقان قال شيخ سعيد قاضي محمد برزاني عقيل حقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. دماء الشهداء يجب أن تكون قضاءاتهم سخطية لشتات حقوقكم. لن نسمح بعد اليوم أن تنسوا شهداءكم. شيخ محشوقي خزنوي باكرواني نتوي شبو برسانا بكرد زانو جيان كرغوري شيخ محشوقي خزنوي باكرواني نتوي شبو برسانا بكرد زانو جيان كرغوري شهيد تجار نامرم او چراغ و فنرم شهيد تجار نامرم او چراغ و فنرم تو بجين بچنم جبو نام سرور